ازيكم يا جماعه، يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا كلنا من يومين صحينا على خبر وفاه لاعب الكوره احمد رفعت، يا رب يرحمه ويصبر قلب مامته يا رب واخواته. في حاجه كده كنت عايزه اتكلم فيها على اللي هربان بره ده، اللي هو قاعد في طبعا دوله خليجيه كلنا عارفينه، وانا مش عايزه اجيب اسمه على لساني وكده، فكنت بس عايزه اساله، بس انت قاعد تحلل في الاستوديو وعمال تضحك وتهزر وكده. يا اخي كنت عزي فيه، كنت تزعل يعني، مثل ان انت زعلان شويه، اعتبره زي اللاعب الانجليزي اللي وقع ده وفي المدرج وانسحبت من البتاع، اصلا مش عارفه افتكرت مين ومش عارفه انت لحد امتى هتكون منافق؟ لحد امتى؟ لحد امتى هتكون منافق؟ لحد امتى هتكون بتاع فلوس اللي يدفع لك اكتر بتجري وراه؟ هو ده طبعكم؟ هو ده طبع واحد كان بيودي مولدات لجماعه ارهابيه؟ ده العادي بتاع واحد راح يتصور مع واحد مع قاتل. يعني حتى انت رحت اتصورت مع واحد قتل واحد كان خيره عليك، يعني مش عادي، ده العادي، ده هيبقى العادي بتاعك، يعني مش جديد عليك. طيب يعني انا نفسي كنت تمثل، حتى كان لسه نفسي تمثل، حتى انا مش عارفه بقى العبيد بتوعك، طبعا الفيديو هيقهرهم كتير وهيفضلوا ينطحوا كده في بعض ويشتموني بقى وبتاع، والله بس ولا بيهمني طالما المنافقين البطحه بتاعتهم بتوجعهم اول لما حد بيتكلم عليهم، انا ما بيلزمنيش حد. وانت منافق ومنافق كبير ومعرض طبعا اللي بيدفعوا لك، اللي بتدعي لها، ما دعيتش لبلدك وبتدعي، ما دعيتش لبلدك اللي خيرها عليك انت واهلك، وبتدعي للي قوتك لما هربت وطبعا ده الراعي الرسمي ليه. طيب يعني طب هقول لك يعني اعتبروا حتى واحد من الفلسطينيين اللي بتطلع تلبس حظاظتهم والجراب بتاع الموبايل بتاعهم ومقطع شرايينك عليهم، يعني كنت يا شيخ اعتبروا حاجه زي كده، بدل ما الناس تقول عليك منافق زي ما انا بقول، يعني مع ان ده معروف يعني من زمان ومن سنين. العبيد بتوعك بقى انا ما يلزمنيش زي ما انا قلت، بس انا مش بس يعني يا ريت يعني لو هما بيحبوا اللاعب الكره اللي توفى، ايه رايكم في اللي هو عمله، اللي ضحكوا وهزاروا؟ يعني شوفوا كده، بصوا اتفرجوا كده يعني، او قارنوا ما بين لما انسحب، لما واحد من الجمهور اغمى عليه وقال اصل فكرني معرفش بمين، وبين ان واحد ابن بلده اتوفى ولاعب كوره برضه. انا مش هلومه، لان حتى لما جنودنا كان بيحصل لهم حاجه ما كانش بيطلع يتكلم، كان بيطلع يضحك ويهزر عادي. انا مش هلومه لان ده شخصيه منافقه، بس العبيد بتوعه اخبار عقولكم ايه دلوقتي؟ يعني مثلا رايكم ايه؟ ده انتوا لو بتفهموا، يا ترى ايه رايكم في حاجه زي في اللي هو عمله؟ ضحك وهزار ما عزاش فيه، انه بيطلع يتكلم على كله، وطلع يطبل للبلد اللي هو قاعد فيها لما المانيا مش عارفه ايه المطر اللي حصل عندها، المانيا الدوله المتقدمه اللي مش عايزه اتكلم. فطلع شوفوا مش عارفه عملوا ايه في الكاس، ومش عارفه عملوا ايه في الكاس، هم عملوا ايه المميز اللي اتعمل في الخيم اللي نصبوها للجماهير والله العظيم هتعيش طول عمرك منافق، وده عند ربنا بعد ما استشورت شعرك طبعا والفلوس جرت في ايديك، هتعيش وتموت منافق. وسيبك من الهجاصين اللي حواليك دول. بس واتمنى ان عبيدك يفوقهم، واللجان اللي انتوا مشغلينها تحت ايديكم دي تفوق برضه، وبالنسبه لنا انتوا عادي ما تفرقوش معانا، ولا حتى عزاك لاهله هيتفرق معاه، لان هم مش شاغلين دماغهم بيك اساسا، واكيد هو كان عارف انت قد ايه شخصيه منافقه. سلام.